مشاهدينا أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من المنتدى الدولي. في قلب شرم الشيخ تجتمع قادة العالم ليس للحرب بل للسلام تحت رئاسة مشتركة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تنطلق قمة شرم الشيخ للسلام في لحظة تاريخية تحاكي آمال ملايين الفلسطينيين وتحديات الشرق الأوسط. معنا اليوم ضيفنا العزيز دكتور ضياء حلمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والباحث في العلاقات الدولية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية يا فندم خلينا نقول الدلالات الرمزية أو قراءة حضرتك للمشهد لاختيار مدينة شرم الشيخ لأنها تكون يعني في مؤتمر كبير بهذا الحجم، مؤتمر السلام في مدينة شرم الشيخ. الحقيقة الدلالة الحقيقية سيدتي العزيزة هي مصر، وبالتالي كان هناك اختيار مقصود من دونالد ترامب من الشركاء الدوليين، وهذا ليس أمرا هينا أبدا. هذا أمر له دلالات تاريخية وعميقة وسجلت بالفعل، لن نقول ستسجل، سجلت أن الخطوة الأخيرة في القضية المعقدة الفلسطينية الإسرائيلية، هذا الطريق الماراثون الكبير ينتهي تكريما وتقديرا لدور مصر في مصر وداخل مصر في مدينة شرم الشيخ التي هي رمز هادئ مناسب، ونحن نحتفل بوجودهم ونحتفل معهم بدخول العالم مرحلة جديدة من السلام الحقيقي الدائم العادل الذي لن يقبل العالم إلا في العصر الجديد إلا بهذه الأمور، لأنه ثبت يا أستاذة أن كل الحروب العسكرية لن تخلق الأمن ولن تدع طريق للتنمية، وإنما في النهاية هو السلام والمفاوضات. نعم. طيب كيف تنظر دول العالم الدول الكبرى إلى هذه المبادرة؟ الحقيقة المبادرة جت في اعتقادي حصاد وليست زرع. نعم. ما حدث وهو موجود في علوم الإدارة أن المقدمات تؤدي إلى النتائج. المقدمات جاءت من فترة طويلة، ومصر تساند القضية الفلسطينية منذ النكبة الأولى 1948 وفعلنا كل ما في وسعنا، ولكن في المرحلة الأخيرة وبعد عملية 7 أكتوبر 2023 الأمور أخذت منحى جديد، ومصر أخذت كل مسؤوليتها العربية والإسلامية والشرق أوسطية وذهبت إلى كل دول العالم. 2 من المباحثات الدولية، أكثر من 181 زيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 سنوات. نعم. كان أغلبها للقضايا العربية والأفريقية والقضية الوطنية والقضايا الوطنية، ولكن اعتراف ما يزيد عن 140 دولة بأنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية كان تمهيدا رائعا، وهو منذ أسابيع في الأمم المتحدة، وهذا الاعتراف خلخل وحلحل الموقف المعقد. ثم أيد ذلك الرئيس دونالد ترامب الذي يريد أن يفعل شيئا يتذكر به التاريخ. لديه هذه الإرادة السياسية، مع الإرادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وجود الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن السياسة الدولية المصرية تتسم بالمنطق والاتزان. نعم. وبالتالي واحترام القانون الدولي. نعم. واحترام مقدرات الشعوب. إذن كل هذه المعادلة اجتمعت لتصل بهذا الحصاد صباح اليوم شرم الشيخ مصر. نعم. طيب هل هتنظر لها هذه الدول العظمى بفاعلية أم إنها هتكون بس يعني خطوة دبلوماسية فقط؟ لا، الحقيقة هي أكبر من خطوة دبلوماسية تماما، أراها هكذا، لأنه لم يكن ليأتي كل هؤلاء الزعماء كبار، زعماء كبار، إلا وهناك أرض مستقرة للسلام، كما أن السلام هو ثبت للجميع
قراءة التاريخ البعيد والتاريخ القريب. هو في النهاية هو الحل والتفاوض والعيش الآمن بجوار بعضنا البعض، هذا هو الحل، والعالم يتجه إلى هذا. تقارب الشعوب، السلام الدائم. العالم لا يحتمل صراعات أخرى على الأقل الآن، وقدامنا مش أقل من 50 سنة لا يحتمل، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا. هناك حضارات قديمة تحاول أن تأخذ بيد البشرية، منهم الحضارة المصرية أقدم حضارات الأرض. إذن الموضوع سيذهب إلى السلام كاختيار، لأنها لو كان الأمر دبلوماسي فقط يعني لزر الملح في الأعين ما كانوش جم ولا بذلوا هذا المجهود، لأنهم ليهم أسامي كبيرة في السياسة الدولية، وهذا يأخذ من رصيدهم. لو هذا الأمر لم ينجح يأخذ من رصيدهم. الشعوب تترقب والدول تترقب والعالم يترقب، ولكن يبدو أن هذه هي الخطوة النهائية، النهاية العادلة الجيدة، ولكن ستكون هناك مفاوضات شاقة في حل الدولي في الفترة اللي جاية. لازم لابد أن نتوقع هذا. إزاي هتصمد يعني مخارج هذه القمة أمام أطراف يعني متضاربة بشكل كبير جدا؟ وحاجة أخرى حضرتك، أطراف متضاربة بشكل معقد في حصيلة تاريخية من الرغبة في الانتقام متبادلة بين الطرفين. نعم. وهذه مشكلة كبيرة. ولسه بقى الأخطر أن الشعب الفلسطيني ليس بكلمة واحدة، ولكن هي بعض الفصائل، ويريدوا، وهذا ما سمعته في الأخبار أمس وأول أمس من الجانب الفلسطيني، نريد أن نتوحد، نريد إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية. الانتقال من السلطة الفلسطينية إلى الدولة الفلسطينية يتطلب لا وجود لميليشيات ولا حركات ولا منظمات ولا أحزاب، هي دولة واحدة. إذا هل ده سهل حدوثه؟ يعني هل ده إن يحصل ويكون في توحد كامل للسلطة الفلسطينية ده سهل، ولا الموضوع هيكون صعب شوية؟ سيكون سهلا جدا إذا كانت هناك إرادة فلسطينية حقيقية في هذا، من كل الفصائل. وسيكون صعب جدا إذا لم تتوفر لدى القادة الفلسطينيين والشعب الفلسطيني هذه الإرادة، لسبب القرارات مكلفة، والقرار الخاطئ مكلف وتدفع ثمن شعوبهم. الشعب الفلسطيني دفع ثمن قرارات خاطئة من قبل. الآن إما أن يتخذ قرارا سليما وهذا ممكن، وإما أن يتخذ قرارا خاطئا وتستمر الصراعات الفلسطينية لن يصمد اتفاق، لأن الطرف الآخر الإسرائيلي يسعد كثيرا بهذا الشقاق وعدم التفاف الشعوب حوالين قيادتها وينفذ من هذه الثغرة، فإذا أعطوه هذه الفرصة سيستغلها. ولكن أعتقد أنهم وعوا الدرس جيدا. نعم أعتقد. نعم. طيب أستأذنك دكتور ضياء، نطلع لفاصل ونرجع لكم مرة تانية مشاهدين. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، مكملين مع حضراتكم وحديثنا اليوم عن قمة شرم الشيخ للسلام. برحب مرة تانية بضيفنا دكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك مرة تانية يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور. خلينا نرجع لنقطة مهمة جدا، وهو دور مصر خلال الفترات اللي فاتت. يمكن النهاردة ظهر للناس على الساحة أن مصر كان عندها رؤية قديمة جدا، وكان عندها خطط هي حطاها
محضرها وحاطه كل السيناريوهات، ويمكن المواطن المصري ما كانش شايف ده وما كانش عنده قراءة جيدة لما يدور خلف الكواليس، لكن الدولة المصرية كانت قايمة بدور عظيم جدا، وده اللي ظهر النهاردة. خلينا نتكلم عن دور مصر، يعني شايفينه دور عظيم جدا خلال الفترة اللي فاتت. أقول لحضرتك، وإحنا عندنا إشكالية كبيرة إنه المجتمع لا يدرك فكرة التخصص والأمور متخصصة. السياسة الدولية لها مفكرين ولها قادة ولها أساليب. السياسة الدولية، الاقتصاد الدولي نفس الشيء. لا يجب أن المجتمع العادي والمواطن العادي يطلع على الأشياء لسبب. هناك أمن قومي. نعم. ما قامت به مصر كان من الأمن القومي، ولا يمكن مصارحة الشعب به خطوة بخطوة. نعم. وإلا ما هناك آخرين بيسمعوا وينصتوا. نعم. ويترجموا. نعم. إنما الشعب شافها في النتيجة النهائية. إيه ده؟ حاجة مبهرة. قادة العالم كلهم جايين. دونالد ترامب جاي من الولايات المتحدة الأمريكية بكل هذا الفخر والتعالي، وموقف مصر الصامد خلال سنتين، لا للتهجير وحل الدولتين، وبهدوء. نعم. وبدون نعم. شعارات. نعم. وبدون خطابات، ولكن موقف مصري بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدوء واستراتيجية ورؤية. وهذا ما يحدث في كل القطاعات. في القطاع الاقتصادي للاقتصاد المحلي المصري، مصر تعمل بإصلاحات ضخمة لم تتم منذ عشرات السنين وتتم الآن، والنتائج سنحصدها. وهكذا. إذن الموقف أن مصر فعلا العالم كله اعترف بأن مصر كان لها الدور المحوري والأساسي، وإلا ما اختاروا مصر للتوقيع النهائي. نعم. هناك عواصم كثيرة كانت تحب وتريد استضافة نعم. هذا الأمر. نعم. لأنه أمر يدعو للفخر التاريخي أن الاتفاق النهائي كان لدينا هنا. ثم يأتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هنا ويشكر القيادة المصرية ويقول أن دور مصر، لأن مصر كانت وسيطا حريصا على الشعب الفلسطيني، ولكن كنا ننتهج العقل، لأنها الحرص على الأمنيات فقط لا تصلح. نعم. الشعارات فقط لا تصلح، ولم تقود الأمة العربية إلى مكان. إذن الواقعية المصرية في السياسة الدولية، الاتزان السياسي والاستراتيجي، التفكير بخطوات قادمة لسنوات قادمة، كان مفتاح الحل. ولذلك مصر ترحب بالجميع. والجزئية اللي حضرتك قلتيها، لأن ده تراكم خبرات وتراكم حضارات. مصر في تاريخها الحديث والقديم، لكن الحديث واضح جدا، كانت تستضيف مؤتمرات عالمية على أرض مصر وتؤمن لهم إقامة مريحة وطيبة، وكانوا يعني ينبهروا. هذا على المستوى اللوجستي، لكن على مستوى التفاوض مصر كبيرة بقادتها في كل العلوم بما فيها العلوم السياسية والقيادات المصرية المتميزة. ومن طالب بالسلام منذ سنوات بعيدة كانت مصر أيضا. نعم. السلام في الشرق الأوسط اختيار دولة كان من هنا، ولكنه سلام الأقوياء وليس سلام تنازل. وبالتالي هناك فرق بين السلام العادل الآمن، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس أكثر من مرة، حتى يكون سلاما مستداما ودائما لابد أن يكون عادلا. نعم. ولكن هذه قصة أخرى لسبب، لابد أن نتوقع المفاوضات الشاقة، هذا أمر طبيعي طبعا. لأن في شقاق عمره 70 سنة ويزيد، فيبقى واختلافات، وكل جانب يتشدد لأنه يرى أنه على حق. نعم. وهذه كارثة أخرى. لابد بقى أن نجد حالة وسطى بين حقوق هذا وحقوق هذا، ثم نعيد الترتيب. الكبار فقط الذين يفعلون هذا، ومصر كبير. قراءة حضرتك لاختيار مدينة شرم الشيخ في سيناء لتكون يعني محل إقامة مؤتمر السلام والمفاوضات أيضا. هي مدينة شرم الشيخ، لو كنت حضرتك توقفتي عند النقطة دي كنت هجاوب في اتجاه. أول ما قلت في سيناء أجاوب في اتجاه تاني. نعم. لأن فعلا لو ذكرنا مدينة شرم الشيخ وحدها نقول أنها مدينة هادئة ورائعة وجميلة، وخير دعاية من نحن. مصر ليست الهرم والجمال، لا، مصر الهرم وخوفو، والملك خوفو عبقري من عبقريات التاريخ، وكل هذا موجود. ولكن مصر الجديدة، مصر الحديثة، هي مصر متطورة وعصرية، هذا اتجاه. لكن كلمة شرم الشيخ في سيناء لنعطي الرمز
بأن سيناء أمر خط أحمر ولا حديث عنها. لماذا؟ العقلاء من الدول الأخرى وحتى ممن لا يحبون مصر لا يقتربوا من هذا الملف، العقلاء. ولكن كل دولة فيها متشددين وفيها متطرفين، يذهب شخص بجملة ويذهب شخص بتصريح، هذا لا يؤثر ولا يفسد الأمر، لأن مصر أكبر من كده بكتير، لا يمكن أن تهدمي جبلا بملعقة. طبعا. فمصر دي جبل راسخ، وسيناء أرض مصرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والأمر بسيط وواضح، وهي أرض مصرية تاريخ وجغرافيا وحاضر ومستقبل. ففكرة الجملة دي، التركيبة دي، خلتني أقول لحضرتك الرمزية دي. ولكن مصر فعلا تلقى احترام حقيقي شاهدناه. الاتحاد الأوروبي 30 يونيو 2024 يأتي كاملا لمصر. مؤتمر السلام بعد عملية 7 أكتوبر، جم العاصمة الإدارية الجديدة. نعم. وانبهروا بالعاصمة الإدارية العظيمة المنظمة. ما يليق بمصر، هذا ما يليق بمصر. العاصمة الإدارية فخر لمصر ولكل مصري، لأننا لسنا دولة قليلة حتى يذهب الناس إلى مدينة قديمة وإلى قاعة مؤتمرات مهترئة. لا، هي مصر، ونحن نفخر بهذا. وكانوا منبهرين فعلا بالنظام والتنظيم والسياسة والرؤية. يكتمل كل هذا بالنتائج. لدينا نتائج على الأرض رائعة، أرجو أن يتمسك بها الجانب الفلسطيني بالسلوك وليس بالشعارات. إعادة هيكلة، سلطة فلسطينية تتحول إلى دولة فلسطينية، والسلطة غير الدولة. الآن لديك دولة اعترف بيك أكثر من 140 دولة في موقف عمره ما حصل، يعني لم يحدث من تاريخ القضية. استفيد منه وابني عليه. غير أن الأمم المتحدة حينما الجميع يطالب، واعتقد النهارده يعني الشكل الإسرائيلي منهار أمام المجتمع الدولي. طبعا الصورة الإسرائيلية بكل المعايير مشوهة دوليا بشكل كبير، لأن كل الناس شاهدت على التلفزيون العادي، مش محتاجة خبير سياسي ولا محلل. التلفزيون العادي شاهدوا القتل والتدمير، تدمير مدينة بالكامل، مدينة غزة، قتل أطفال، مجاعات. كل هذا لن يخرج من ضمير العالم بسهولة، ووضع إسرائيل في موقف شائك وغير جيد. عليها أن تبرر للعالم كله كل ما حدث، ولكن فعلا هي نقطة نبني عليها. قاومنا وصمدنا وتمسكنا بقضايا أساسية، لا للتهجير، لا للإبادة الجماعية، دخول مساعدات أي لا للتجويع واستخدام الجوع سلاح. كل هذا لن ينساه ضمير العالم. الشعوب نفسها لن تنسى. دكتور ضياء، كيف يستفيد الملف المصري من هذه الاستضافة من الناحية الإعلامية والدبلوماسية أيضا؟ من الناحية الإعلامية تمت الاستفادة بأن مصر هي قبلة التفاوض، وأنها دولة كبيرة. هم لم يذهبوا إلى دولة صغيرة في أفريقيا أو في آسيا لا، هم ذهبوا إلى دولة، إذن هي دولة كبيرة. أول ما قالوا هنعمل المؤتمر هنا، هذا أمر له دلالة. فإعلاميا كل الأضواء على مصر، وكالات الأنباء كلها في العالم كله تنقل اليوم على الهواء مباشرة، العربية والأجنبية بكل اللغات. هذا أيضا يعطي انطباع. الأناقة التي ظهرت فيها مدينة شرم الشيخ صباح اليوم شاهدناها جميعا، تدعو للفخر الحقيقي والاعتزاز ببلدنا، وهذا أمر مهم. لابد أن نظهر بحجم مصر. هذا إعلاميا، ولكن هو دعاية للاستثمار طبعا، دعاية للاقتصاد طبعا. مصر الآمنة يستطيع أي مستثمر أن يأتي. ووجدنا أن مصر من 4 أيام تم رفع التصنيف المصري او 72 ساعه من ماينس بي ودي فيتش، وقال لك لا ده بقت بي بس ومؤسسات دوليه. وقال لك هي تجذب الاستثمار. تحويلات المصريين للخارج تدفقت، يبقى ثقه من ابناء البلد في بلدهم. المستثمر العربي والاجنبي. لدينا شواطئ ساحره في شرم الشيخ والاسكندريه والعلمين بطول مرسى مطروح. لدينا فرص استثماريه. سيدتي، يعني أمس كنت مع، يعني هذا ليس سرا من وفود صينية اللي بتيجي. أمس مساء كنا مع وفد صيني على ضفاف النيل،
وكان منبهرا وقال لي ليس من رأى كمن سمع، سمعنا كثيرا عن النيل، عن عظمة مصر، وأنا قصدت أن يكون المكان هكذا. إذن هذا الحديث مع الناس وهذا التعامل مع الناس يعطي انطباع كبير. طبعا لا أقوم بهذا الدور وحدي، هناك يعني أصدقاء مفكرين مصريين يعملوا على دعم العلاقات المصرية الصينية، وهم أكفاء وأسماء كبيرة يعني تعد على أصابع اليد. وهناك أيضا من يعمل من المجتمع المدني على دعم العلاقات المصرية العربية والمصرية الأوروبية. إذن هذه كلها دعاية تصب في صالح دعم الاقتصاد، الإعلام، من هي مصر، الاستقرار السياسي والأمان في منطقة ملتهبة، ثم يذهبوا إلى شرم الشيخ ويجدوا هذا الهدوء. هذا يعطيهم أسئلة. إذن مصر تستطيع أن تحافظ على أمنها القومي واستقرارها. نعم. طيب إيه المخاطر اللي ممكن تواجه مصر كمضيف ويعني بلد مضيفة ودور محوري أيضا؟ المخاطر الأساسية هي خروج أي تصريحات تضر بحالة السلام من أي طرف فتؤجج المشاعر مرة أخرى. الشعوب الحقيقة الشعوب كلها في العالم كله تتأثر بسهولة، التأثير فيها سهل. ما دي حروب الجيل الرابع. نعم. حروب الجيل الرابع ليس جيشا أمام جيش، وهي معلنة رسميا، ولكن أن يجعل الشعب لا يلتف حول قائده، أن يجعل الشعوب بينها ثغرة وبين إدارتها التي تديرها، أن يجعل الشعوب تيأس، أمراض اجتماعية، اليأس مرض اجتماعي. طبعا. الإحساس بأن الدنيا فساد ولا أمل مرض اجتماعي. طبعا. كل هذا، والتشاؤم بالمستقبل، عدم الرغبة في العمل، الكسل، الكذب، كل هذه أمراض اجتماعية. وبالتالي أخشى من أي رسائل، ونرى أن التواصل الاجتماعي وليس اجتماعيا فقط، هو لأشياء أخرى، تصل فيديوهات مركبة بالذكاء الاصطناعي. أخشى من أن يتأثر البسطاء بأفكار خاطئة، وأخشى من الكبار من القادة اللي بيتفاوضوا في فلسطين وإسرائيل أنهم لا يدركوا مسؤولية اللحظة. هنا بقى مصر بتتدخل كوسيط أمين وشريف ويحترم القانون الدولي لتقربة وجهات النظر والوصول إلى حل. دي أكبر مخاطر بتواجه عملية السلام، ولكن هو اختيار عالمي. السلام تقارب الشعوب. طبعا. دكتور ضياء، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا النهاردة وسعداء بوجودك. بشكركم مشاهدينا لحسن المتابعة. كان معانا دكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والباحث في العلاقات الدولية. انتظرونا حلقة جديدة من المنتدى الدولي.